الله الرحمن الرحيم، وازيكم عاملين؟ كلكم بخير. النهارده جبت لكم نسخه جديده بحاجه عظيمه جدا. النسخه دي منها 3 حزم. تمام. كمل الاخر. النسخه معموله بباسورد ب4 ارقام، فتكمل الاخر عشان تعرف الباسورد دي اهو. تمام. النسخه دي اول حاجه كده بتقبل ملفات سرعه. تمام. ازاي تشغل الملف بسرعه؟ اول حاجه لو انت مشغل داتا تقفلها، لو انت مشغل واي فاي تقفله. تمام. هتخش على الاضافات، بعد كده تنزل تحت على نسخ احتياطي. تمام. بعد كده تعمل اول حاجه نسخ احتياطي البيانات. تمام. بعد ما يتم نسخ احتياطي البيانات هتخش على ملفات. تمام. على حسب اسم النسخه اللي عندك بتدور على الملف بتاعها. تمام. طب اخلص النسخ الاحتياطي واقول لك ازاي تجيب اسم الملف بتاعها. تمام. بعد ما النسخ الاحتياطي يتعمل يجي لك انت النسخ الاحتياطي بالنجاح. تمام. بعد كده تطلع بره وخد يا برو اول رقمين الباسورد وهو 2 0. تمام. اول رقمين الباسورد 2 0. تمام. كمل معاه للاخر عشان تعرف اخر رقمين الباسورد. تمام. بعد كده تخش على الملفات اي كان الملف هو عندك. تمام. بعد كده ننزل تحت تدور اسم النسخه. اسم النسخه انت حضرتك بتجيبه من اسم النسخه من بره هنا كده. تمام. وعلى حسب اسم النسخه عندك من جوه بتبقى عامله ازاي. تمام. بتبقى انا عندي دلوقتي شغاله نسخه اس اتش. تمام. اي اس اتش واتساب اهوت. تمام. اس اتش واتساب. تمام. عندك جي بي واتساب وعندك جولد واتساب. تمام. بعد كده عندك جولد بيك اب. تمام. تخش عليها، دي اسم الحزمه بتاعتك. تمام. طبعا بتفرق كل 3 حزم. عندك جولد واتساب، وعندك جولد جي بي واتساب، ودلوقتي انا شغال بي تي 4 واتساب. تمام. بعد كده تخش على اسم الملف اللي هو داتابيس. تمام. اللي هو الملف دوت. تمام. تخش عليه وهتحدد كله ده كده وتعمل ديليت. تمام. عندك ايه تخش على ملف الداونلود عشان تحط ملف السرعه. تمام كده اهوت. وهتنقل الملف دوت. تمام. دي تجربة قدامكم اللي انا بجيب لكم نسخة بتبقى ملفات سرعة بدون اي مشاكل. لو اهم حاجة اللي انت تكون قافل واي فاي لو مشغله، وتقفل الداتا عشان دي مهمة جدا. لان انت لو مشغل واي فاي او داتا النسخة هتجيب معاك ايرور. تمام. تمام. الملفات عادي نزلت، اخش على النسخة واعمل استعادة البيانات. تمام كده. واستعادة بيانات واتساب. تمام. هسيب بتعمل استعادة وبعد كده ارجع لكم تاني. تمام. زي ما انت شايف كده عامل معايا استعاده وما جابليش ايرور فوق. لو انت بقى كنت مشغل باي فاي او داتا هتلاقي مسجلك ايرور. تمام. بعد كده هرجع تاني خطوه لورا عشان اوريك ان ملف الصوره اتعامل معايا بنجاح. تمام. زي ما انت شايف اهو، ادي ملف الصوره اتحط معايا بدون اي مشاكل. تمام. ادي اول خطوه معانا في الفيديو اتعملت معانا صح. تمام. طيب، بص يا برو، انا عايزك تركز معايا في الفيديو دوت ان انا اقول لك كل مميزات النسخه وكل حاجه فيها. تمام. طبعا انت عندك حوار الدرج مود مش من بره. تمام. عندك في السمات. تمام. عندك السمات اهي اهو الدرج مود في السمات. تمام. دي اول حاجه عندك زي ما انت شايف كده. لازم أن تكون عارف مميزات النسخه تستخدمها ازاي. تمام. وعندك تاني حاجه مهمه جدا حوار الستوري. تمام. اقول لك دلوقتي هو حوار الستوري. تمام. لو انت جيت كده عند الستوري هتلاقي عندك جايب مسافه كبيره كده. لو انت عندك مسافه كبيره كده هتخش على الاضافات. تمام. بعد كده تنزل تحت على الشاشه الرئيسيه، هتخش على الحاله. تمام. وهتعمل ستايل انستجرام وتختار اي ستايل اللي عندك هنا كده. تمام. دي اهم حاجه ليه؟ انك انت بتوفر عليك تعب حوار المسافه. بدل ما يبقى تروح كده، لا يبقى عندك من فوق هنا كده. تمام. يبقى جاي لك من فوق هنا كده. كده اسهل لك بكتير. تمام. لو ما عجبكش مشكله حوار الستوري يبقى زي تمام زي الفل، وبلاش تلعب في الكارد فيو. الكارد فيو اللي هو الستايل الشكل خليه زي ما هو. تمام. طيب، تاني حاجه معانا عندك الاضافات النسخه. عندك جميع زرار النسخ عندك اهو قسم فيروزات. تمام. اهو زي ما انت شايف عندك الرومات، توثيق الارقام، ادمن فيك، فك التشفير الالمي. تمام. قص الشات، فك قطع النت، رمي بسرعه ضد الكونكتات، ازاله اسم الكونكتات، اخفاء الشات واخفاء الكلام بره، وتسريع الواتس. تمام. ضد فرز الصور. ضد فرز الصور غير ضد فرز الكتالوج، خلي بالك. تمام. ده حاجه وده حاجه. عندك فرز الخريطة ضد فرز الملفات، فرز الروابط، فرز الملفات 2، ده حاجة وده حاجة برضو. فرز الكابشن، فرز الكراش، فرز الضغط. وعندك ضد فرز قطع نت 2 برضو ده حاجة، وفرز الموقع. تمام. كل حاجة عندك هنا. تمام. عندك برضو زرار تانية جوه في الخصوصية عكس الرسائل وحرق النسخة بمكالمة. وعندك تعليق الشتات تحت كده عند الدردشات. تمام. او زي ما انت شايف عندك تعليق شتات، دي تقدر تشوف تخش الشات وتشوف الرسالة، والعلامة اللي بره مش هتروح كده. انت معلق يعتبر الشات حاجة حلوة جدا ممكن تفيدك لو انت من الناس اللي بتحب تحافظ على الشتات. تمام. طيب، عندك تاني حاجة في الشاشة الرئيسية عندك إضافات جميلة جدا. عندك إضافات شعار كبير، عندك لعبة جوه، عندك لينك شات وزخرفة ومتصفح جوجل كروم. تمام. عندك ستوري جاهز لو أي كلام كده ممكن يعجبك تاخده كوبي وتقدر تغير اللون بتاعه. تمام. عندك قرآن كريم. تمام كده. تقدر تغير الستايل النمط الاتصال السريع. ايه هو الاتصال السريع؟ اقول لك دلوقتي. تمام. عندك الاشعارات، اي حد يخش شات يكتب عندك يجيلك اشعار ان الشخص ده بيكتب. تمام. يغير صوت بروفايل يجيلك اشعار، فتح يجيلك اشعار. تمام. شاف حالتك يجيلك اشعار، يعتبر كل حاجه بتحصل في الواتس يجيلك اشعار ليها. تمام. طبعا عندك هنا مؤثرات 3 دي زي ما انت شايف كده. تقدر تختار اي حاجه انت عايزها جوه الشات وبره الشات، وتحركات فوق وتحت زي ما انت شايف كده.
تمام. وعندك تأثيرات السكوت، تمام، تقدر تفعلها بدون اي مشاكل كده اهو، تختار برضو اي حاجه انت عايزها، تمام. والسرعه تقدر تتحكم في السرعه، تمام. زي ما انت شايف النسخه فيها كل حاجه جامده جدا، تمام. ماشي، تمام. نرجع بقى كده لورا، تمام. عندك نسخه اللي قلنا عليه، تمام. نخش بنشوف بيت الاضافات. عندك في الاعدادات العامه طبعا كل حاجه انت عارفها، تمام. عندك فتح اكتر من محادثه، انت تفتح محادثين في وقت واحد بدون مشاكل. وعندك عدد تحويل لرسائل اكتر من 250 شخص، تمام. طيب نرجع كده لورا، واقول لك نخش على الشات واوريك حاجه حلوه برضه، تمام. زي ما انت شايف سوكت التلج شغال بدون اي مشاكل. عندك تقدر توصل البروفايل بتاعك من عن الطريق دوت. طبعا عندك وضع شبح اللي هو دوت، وضع شبح دوت تقدر تخفي كل علامات الصحين والصح واحده وكل حاجه من بره ما تفعل الوضع الشبح ده، تمام. تمام. طيب نخش نشوف كده شات من جوه، تمام. زي ما انت شايف شكله حلو جدا، وزي ما انت شايف سوق التلج. عندك هنا تاسك الفيروس، تمام. عندك هنا سكر عادي، تمام. وعندك تعديل شيتات زي ما انت شفت تفبرك اي حاجه، طبعا كان عكس الرسائل اللي انت شفته، تمام. طبعا النسخه بتعكس برضو ريكورد زي ما انت شايف كده. لو جبنا مثلا نعمل ارسال، هيجي لك تقول انت عايز تبعته كموسيقى ولا كريكورد، طبعا كل حاجه شغاله زي ما انت شايف اهو. جالك الموسيقى، تمام. تقدر برضو تبعته كريكورد اهو قدامك دلوقتي، تمام. دوس ارسال كريكورد زي ما انت شايف كده، اتبعت معانا كريكورد عادي. يعني كل حاجه عندك شغاله، تمام. النسخة طبعا طلقة جدا، حرفيا طلقة طلقة طلقة، تمام. صح يا برو، حاجة مهمة جدا قبل ما نخش على تيست الفلزات، تمام. لو انت عندك الايموجي بيتليه من المنظر عندك ده كده هقولك دلوقتي، تمام. لو انت كده جيت تبعت ايموجي، تمام، لقيت بالمنظر دوت فيه ايموجينات مخفية، ده حلها بسيط جدا. هتخش على الاضافات، تمام، من هنا او من فوق عادي جدا. بعد كده تخش على الاعدادات العامة، تمام. بعد كده تخش على الستايل، تمام، والشكل. بعد كده تحمل الاي او اس نيو 2023 اللي هو دوت، هتحمل ديت، تمام. بعد ما تحملها وتقوم معلم عليها هنا، وهي تبدا تشتغل معاك بدون اي مشاكل، تمام. طبعا ما تحمل من النت، بعد كده تلاقي المشاكل كلها عندك اشتغلت، تمام. دي كانت حاجه مهمه جدا. ويلا بينا نخش على تيست النسخه. تمام يا برو، النسخه ما بتلاقيش من حاجه زي ما قلت لك كده، بس اخر رقم من الباسورد هو 2 4. يعني كده الباسورد، اخر رقمين الباسورد 2 4. لو ما سمعتش اول رقمين، تابع الفيديو من اوله عشان تقدر تعرف اول رقمين ايه هو، تمام. ده كده اخر رقمين الباسورد هو 2 4، تمام. تمام. شوف بقى تست بعينك كده دلوقتي واوريك النسخه طالعه، تمام. زي ما انت شايف ده الفيروس ازاي يا جدعان بيأثر في النسخ المتجر. طبعا انت بقالك كتير مشفتش حاجه بتأثر في المتجر، بس انا بقول لك الفيروس ده بيأثر في المتجر، تمام. تمام. نخش نشوف رصيد السرعه، تمام. طبعا في الاول كنت بقول لك لما تكون مفعل المؤثرات 3 دي الغيها. دلوقتي انا اقدر اقول لك فعل كل حاجه زي ما انت شايف كده. النسخه بتجري معايا بدون اي تأثير زي ما انت شايف كده قدامك، تمام. والنسخه بترمي فرازات طلقه، حرفيا النسخه دي حاجه عظمه جدا، تمام. عندك كونكتات او زي ما انت شايف بتجري في النسخه. لاحظ ان انا لحد دلوقتي ما فعلتش اي زرار، تمام اهوت، عشان بس تشوف بعينك ان انا ما فعلتش اي زرار، تمام. كل حاجه مقفوله اهو. يعني النسخه بتجري من غير اضافه اي زراير، تمام. انا حاطط زرار كده احتياط، لو لقيت حاجه بتهنج معاك فعل الزرار بتاعتها، تمام. زي ما انت شايف فرزات الخريطه، تمام. نخرج ونشوف فرزات حرق شات منجر، تمام. زي ما انت شايف كده اهو، بالمؤثرات ال 3 دي النسخه بتجري. يعني دي من افجر النسخ حرفيا، افجر نسخه هتشوفها في حياتك. زي ما انت شايف بتخش في شات بسرعه، تمام. فرز النوت المخفي زي ما انت شايف كده اهو، تمام. فرز رابط الريبلاي، تمام. زي ما انت شايف النسخه بتجري، الله اكبر عليها. حرفيا النسخه دي جامده جامده جدا، تمام. فرز ايفون، طبعا فرزات دي ما بتوصلش في الاندرويد اصلا، تمام. كونكتات حرق نسخ زي ما انت شايف، تشوف الكونكتات دي كانت بتأثر، تمام. زي ما انت شايف النسخه بتجري معايا فوق وتحت بالمؤثرات ال 3 دي. يعني دي حاجه حلوه جدا جدا ان انا حرفيا اشتغلت عليها، تمام. فرزات ايموجي زي ما انت شايف النسخه بتجري معايا، تمام، مفيش اي تأثير، تمام. وهوريك النسخة وهي بترمي، بس انا بوريك دلوقتي قدامك بملف السرعة عاملة ازاي زي ما انت شايف اهو. فيروز اللينكات، تمام اهو، تمام. فيروز تهنيج متجر نسخ ايفون زي ما انت شايف، تمام. دي فيروزات تهنيج متجر ونسخ ايفون زي ما انت شايف اهو، بتجري معايا في الشات مفيش اي مشاكل، تمام. فيروزات الاشعارات زي ما انت شايف كده، فيروزات الاشعارات، الفيروزات دي بتأثر نوعا ما، يعني بتأثر برضه حلو جدا، تمام. كده نخش بقى على فيروز حرق النسخ، تمام. الفيروزات دي من اتقل الفيروزات في المجال حرفيا، تمام. زي ما انت شايف بتجري معايا، تمام اهوت. طبعا ب 3 دي يعني دي حاجه عظمه لوحدها، تمام. نسخه بقول لك حرفيا طلقه طلقه طلقه، تمام اهو. لو انت وصلت مع حد هنا فانا قلت الباسورد بالاربع ارقام، فين ترجع بقى وتشوف الارقام ايه عشان انت سبت عليا، تمام. عندك بقى فيروزات قطع النت،
تمام. زي ما انت شايف في تقل بسيط، مجرد بس تقل بسيط كده، مجرد ما تطلع فوق تنزل هتلاقيه بقت معاك سريع اهو. شفت؟ مجرد ما تطلع بس فوق للاخر وتنزل تلاقي معاك سريع بدون أي مشاكل. هخرج واخش تاني عشان تشوف بنفسك اهو. تمام زي ما انت شايف اهو. هو بس يعتبر بيتعرف على الفيروس. تمام. عندك اخر حاجه معانا فيروس تهنيج زي ما انت شايف. دي تهنيج نسخ في الفون بالكامل، دي مجرد ما تبعته ويجي له شخص عامل الاشعارات يقدر تليفونه يهنج. تمام. الفيروسات دي شغاله وتقيله جدا حرفيا. تمام كده. تمام. عندك حاجه مهمه جدا لو انت من الناس بتعمل تمييز الرسائل، فانت هتلاقيها هنا، او رسائل متميزه هتلاقيها هنا. تمام. عندك هنا في الملف الشخصي تقدر تكتب اسمك هنا. تمام. دي حاجه كده زي عامله زي ايه، زي التليجرام لما بتعمل واسمك، حاجه حلوه جدا. تمام. تمام. دي كده النسخه بتاعتنا النهارده، يا رب تعجبكم. متنسوش بقى لايك واشتراك وكومنت حلو وتعمل شير، بس كده مش عايز اكتر من كده. يلا اشوفكم على خير.